اهلا بكم في قناه حلو وحادي مع مريم. ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم خلطه المحشي. خلطه المحشي دي جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا هنعملها ازاي. واول حاجه هنعمل البصل. هجيب الكبه بتاعتي وهحط فيها كميه من البصل. طبعا احنا عارفين كلنا ان المحشي بيحب البصل كتير. لو انت ما عندكيش كبه هتبشريه بالمبشره عادي خالص او تعمليه بالسكينه قطع متوسطه. انا هنا هضرب البصل لضربات متقطعه، مش عايزاه ناعم ولا عايزاه خشن، انا عايزاه قطع متوسطه. وطبعا لو عندك كبة هتسهل عليك الشغل وهتعملي المحشي بتاعك في ثواني. انا كده خلاص خلصت ضرب البصل. هشيل السكينة هوريكم شكله دلوقتي. والفرمة دي هتفرق معاكي في طعم المحشي كتير جدا. انا عايزة البصل مفروم بالشكل ده. حلة على النار واسيبها تسخن، ولحد ما تسخن هحط فيها كمية من الزيت حسب الاحتياج، ومعايا هنا قطعة من الدهن. ولو مش بتحب الدهن ممكن تعمليه بسمنة وزيت او زيت بس، والاكل ده اذواق. وهنزل بالبصل بتاعي وهشوحه لحد ما ياخد لون، ولحد ما يتحمر وياخد لون هنعمل الطماطم بتاعتنا. وفي نفس الكبة انا هضرب الطماطم. انا عايزة الطماطم هنا برضو قطع، هضربها ضرب متقطع وهحط عليها قرنين من الفلفل احمر واخضر لو انت حباه سبايسي، لكن لو مش حباه خلاص مفيش مشكلة، ممكن تحطي قرن فلفل بارد بس هيفرق معاكي في الطعم. وهضرب الطماطم ضربات متقطعة، مش عايزاها ناعمة، انا عايزاها فيها قطع. تمام. ولو مفيش كبة هتضربيها في الخلاط ضرب متقطع وهتطلع معاكي بنفس النتيجة. شايفين شكلها؟ انا عايزاها بالشكل ده. وبعد البصل ما خد لون معايا هنا توم مهروس ومعاهم قرن فلفل اخضر، انا بحبه بالشكل ده. وهشوحهم بس مش هحمره علشان الريحة بس تطلع مش اكتر. وهضيف معلقة صغيرة من البابريكا او نص معلقة كبيرة، وهشوحهم مع بعض علشان تديكي اللون اللي انت عايزاه لو الطماطم بتاعتك فاتحة. ومعايا معلقة كبيرة من الصلصة. ولازم تحط الصلصة على النار تاخد تشويحة خفيفة علشان المادة الحافظة اللي فيها. كده خلاص اتشوحوا مع بعض. هنزل بالطماطم بتاعتي، ده كيلو ونص من الطماطم، وهقلبهم مع بعض. شايفين شكلها؟ جربيها ومش هتندمي. وهضيف معلقة صغيرة من السكر علشان حموضة الطماطم. تمام. ومعايا ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعايا معلقتين من الملح. وهقلبهم مع بعض واسيبهم يتسبكوا على النار لحد ما المادة الدهنية تظهر على الوش. خلاص كده الطماطم اتسبكت معايا. وهضيف بقى التوابل بتاعتي. معايا هنا معلقة صغيرة من الكمون المطحون، ومعايا معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ولو متوفر عندك بهارات المحشي حطيها. انا هنا معايا رشة من القرفة، ورشة بسيطة جدا علشان ما تمررش معاكي الاكل، واحنا عارفين ان القرفة بتظبط سكر الدم. وهنزل بالرز. هنا كيلو رز بعد ما غسلته وصفيته كويس جدا من المية. وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. شايفين الخلطة شكلها جميل جدا. علشان مقادير مظبوطة هنا انا حطيت كيلو ونص من الطماطم على كيلو من الرز. وهسيبه يهدى شوية لحد ما الرز يشرب السوائل اللي في الطماطم.
وهشوف الملح بتاعها، لو محتاجة هحط لها، لكن هي الملح بتاعها مظبوط. وبعد كده هنزل بالخضرة بتاعتي. هنا الخضرة شبت وبقدونس وكزبرة، كل حاجة منها حزمة. انا هنا بضيف الخضرة في الاخر علشان احافظ على اللون، لكن لو حطيتها في الاول هتسود منك وهيبقى شكلها مش حلو خالص. وهضيف هنا باقي الخضرة واقلبهم كويس جدا مع بعض. خلاص كده خلطة المحشي بتاعتنا بقت جاهزة. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة جدا وجميلة. ولو عايزة خلطة المحشي بتاعتك الرز بتاعها مفلفل، حطلها معلقتين زيت في الاخر. وده شكل الخلطة بتاعتنا، يا رب تعجبكم، ريحتها تجنن وشكلها تحفة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك منه كل جديد، واقول لكم باي باي.